انا اكتشفته ان الفتايس السي في تي عايزه مواتير كبيره وعايزه مواتير قويه، ما ينفعهاش المواتير ال 1200 سي سي وال 1600 والحاجات اللي هي العيانه دي، الحاجات اللي هي بيجي لها تبول لا ارادي وهي ماشيه دي. الشركه دي سمعتها سابقاها فان هي بتصنع اسوأ فتايس في العالم، فكل عوامل الامان وكل انظمه الامان اللي جابت لي صداع دي معاها 8 ايرباج متوزعين في العربيه. على قد ما هي 2500 سي سي لكن ما بتستهلكش بنزين كتير. مبدئيا كده انا بحب عربيات نيسان كلها ما عدا الكائن اللي ظاهر لك على الشاشه دلوقتي، لكن ما ينفعش ان انت تبقى بتحب حد ويبقى بالنسبه لك توكسيك. بمعنى ايه؟ شركه نيسان يا جماعه بتاخد فتايسها من شركه اسمها جاتكو، وشركه جاتكو دي بتصنع اسوأ فتايس في العالم. وفتايس نيسان معروفه في مصر، في الخليج، في اي دوله من دول اوروبا انها بتبوظ. لكن اخر تكنولوجي هي نزلت في الفتايس السي في تي في نيسان كاشكاي اللي نزلت عندنا مصر ونزلت في الخليج والعالم كله، ونيسان التيما. التكنولوجي دي اسمها اكسترونيك سي في تي، فيقال في الشركه الام انها اتحسنت شويه وما بقاش فيها مشاكل حتى، يعني لغايه دلوقتي ما فيش ولا مشكله ظهرت من الفتايس السي في تي. عموما انا النهارده جاي اقول لك عيوب ومميزات العربيه دي، ايه الحلو فيها ايه الوحش فيها، هل هي تنفعنا في مصر ولا لا، هل هي هتنفعك هنا في الخليج ولا لا. سعرها يتراوح ما بين 110,000 درهم اماراتي لحد 120,000 درهم اماراتي على حسب الفئه اللي انت هتختارها، وساعات بتوصل اعلى من كده لان في حوالي 4 فئات او 5 فئات من العربيه دي في الامارات. قبل ما نبدا الفيديو لازم تعمل لايك الفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وتعمل اشتراك للقناه لو انت على يوتيوب، ومتابعه من فوق لو انت على فيسبوك، وشير الفيديو ده لاي واحد صاحبك مهتم بالعربيات الحلوه اللي احنا ما بنشوفهاش في مصر عندنا دي. يلا بينا. موتور العربيه دي 2500 سي سي 4 سلندر بيطلع 188 حصان. في مواتير تانية بتنزل في النيسان التيما بتطلع ما يقرب من 240 حصان 250 حصان، بس مش اللي معايا النهارده. وعزمها 244 نيوتن متر. الفتيس اللي مع العربيه دي سي في تي اكسترونيك التكنولوجي الجديده اللي هي مفيش مشاكل منها زي ما انا قلت لك من دقيقه دقيقتين فاتوا. وزن العربية 1575 كيلو. بلد المنشأ هي اليابان وبلد التجميع أمريكا. العربية اللي معايا دي تجميع أمريكي مش موجهة لسوق الخليج، دي جاية استيراد، تمام؟ عشان في فرق في الأوبشنز كتير، فمش هنتكلم في فرق الأوبشنز لأن هيبقى فيها غلطات كتير بالنسبة لي، لأن أنا برضو إيه مش عايش هنا. وعوامل الأمان في العربية دي كتير، فخليني أقفل بس الكبوت ثانية وهوريك أوبشن لذيذ فيها. نقفل كده. الكبوت على فكره مش صاج، ألمونيوم. دلوقتي يا جماعه هجرب لكم الاوبشن بتاع الاداره المحرك بالمفتاح اهو. من هنا كده من فوق، هنا قافل العربيه اصلا، فبتدوس كده فوق ما بتدورش. ثانيه بتدوس مرتين على القفل وبعدين بتروح دايس فوق، فالموتور بيشتغل، التكييف بيشتغل بتاع العربيه، بحيث ان انت لو داخل العربيه في الحر فده بيساعد ان العربيه تبقى مرطبه كده جوه شويه. عوامل امان في النيسان التيما كتير، تعالى كده واحده واحده معايا انا هقولهم لك. اي بي اس واي بي دي دول للفرامل الطبيعيين اللي بينزلوا مع اي عربيه، وفي نظام كمان اسمه فرونت كوليجن وورنينج، بحيث ان انت لو داخل على اي عربيه ودايس بنزين فهي بتديك الارم. وفي نظام كمان زي اكتيف بريك اسيست او امرجنسي بريك اسيست، فده لما انت بتبقى داخل على العربيه ده مش بيديك الارم، ده بيوقف لك العربيه. لو حد داخل من ورا عليك، يعني لو حد جاي من ورا برضو وداخل فيك بسرعته بيديك الارم في العداد بتاع العربيه. دول انظمه الفرامل. انظمه الثبات في العربيه دي اساميها مختلفه، يعني نيسان نظام الثبات عندها اسمه في دي سي، فيكل دايناميك كنترول، حلو كده، ده زيه زي الاي اس بي بالظبط كده. وفي نظام كمان اسمه تراكشن كنترول. دول انظمه الثبات اللي موجودين في اي عربيه. فيها نظام لين اسيست او لين وورنينج، مش اسيست، مش بيرجعك، بحيث ان انت لو ماشي ما بين الحاره المروريه بتاعتك وطلعت منها سنه من غير ما تدي اشاره بيديك فايبريشن بسيط في الطاره كده، وبعدين بيقول لك ان انت ترجع، بس مش بيرجعك اوتوماتيك، ده مش اسيست، ده وورنينج بس. في نظام كمان اسمه رير ترافيك كروس او رير كروس ترافيك. لو انت راجع وجايب ريفرس بالعربيه
وفي عربيه جايه من بعيد ورا كده عليك، فبيديك الارم في الكاميرا بحيث ان انت تبقى واخد بالك ان في حد جاي. ده في معظم العربيات الكوري بيسموه رادار للعربيه. فكل عوامل الامان وكل انظمه الامان اللي جابت لي صداع دي معاها 8 ايرباج متوزعين في العربيه، في 2 قدام عند السواق والراكب الامامي، في 2 في الستاره، وفي 2 حاجه اسمها ني ايرباج عند الركبه، وفي 2 ورا خالص. وده شكل العربيه من ورا زي ما انت شايف، جميله بنت ناس لذيذه. يعني انا بحب بصراحه الشكل بتاعها ده. حتى النيسان صاني الشكل الجديد لما انا كنت مصورها كان في كذا حد بيقول لي هي ليه مديه على التيمه قوي شويه. شكل العربيه ادي المفتاح، وتعالوا نفتح. مساحه الشنطه 517 لتر، ومساحه كافيه جدا جدا وكبيره. ناقصها الفئه دي شنطه كهرباء تبقى يعني ظبط الدنيا. تقفيل حلو جدا. كان ناقص الحته دي برضو انها تبقى ايه، تبقى زي القماش ده او زي ايه الخامه دي عشان يبقى منظرها كلها واحد. وادي شكل العربيه مره تانية. ودي المساحات الخلفيه بتاعت العربيه. الخامات اللي هنا اللي فوق بلاستيك، اللي تحت جلد، يعني في دمج خامات كويس مع بعض. التقفيل حلو بتاع العربيه. الخامات اللي هنا مش رخيصه خالص، خامات كويسه. وعندك دي المساحه الخلفيه بتاعت العربيه واسعه جدا جدا، بس في نفق فتيس عالي. وبالمناسبه العربيه دي دفع امامي مش دفع خلفي، مفيش فتحه تكييف هنا، ودي حاجه ضايقتني فيه. بس ايه، مخرجين للشاحن. وتعالوا ندخل جوه. عندي هنا بصوا مكان كوبايتين جلد، وده شكل العربيه من قدام، وده مكان قعدتي. بص حتى مساحه الارجل جوه كويسه جدا، ومساحه الراس جميله قوي قوي قوي. يعني اللي طوله 185 قاعد مستريح جدا، ما عندوش اي مشكله في العربيه دي خالص. ويلا بينا نطلع قدام. مفتاح بصمه عندك في العربيه في البابين اللي قدام بتوع العربيه. وطبعا عندك زي ما انا قلت لك مفتاح اداره للمحرك. وكل الخامات اللي عندك هنا جلد. للاسف العربيه دي ما فيهاش مرايه ضم، ودي حاجه انا استغربتها وحاجه ضايقتني. وده الكنترولنج بتاع الازاز بتاع الاربع ازاز للعربيه. هنا في داعم قطنيه في الكرسي، وفي كرسي كهرباء زي ما انت شايف. كرسي السواق بس هو اللي كهرباء، الكرسي التاني مش كهرباء. وادي شكل العربيه من جوه. وتعالوا ندخل جوه. نقفل الباب. شكل الطاره جميل بصراحه. الطاره واخده الدي شيب اللي هي على حرف الدي، كويسه جدا. فيها كل حاجه انت متعود عليها في اي عربيه. شيفت بادلز موجودين، او شيفتات للطاره موجوده. طبعا بقى الاضاءه اللي هي الاوتوماتيك وكل حاجه موجوده في العربيه هنا. الاوبشنز اللي عندك هنا في الشاشه مش وحش. لو نزلت تحت هنا ده الكنترولنج بتاع التكييف. كان محتاج ان هو يبقى ديجيتال، يعني كان محتاج ان هو يبقى افخم من كده، بس هو في الفئات الاعلى من كده. وهنا كان يبقى المفروض يبقى فيه مثلا شاحن وايرلس، للاسف ما فيش في الفئه اللي معايا النهارده. وده مساحه التخزين عندك هنا. ده الفتيس ما فيهوش سبورت مود، ما فيهوش اي انظمه قياده خالص غير العاديه. وده مساحتين كوبايتين. وهنا في مكان صغير ممكن تشيل فيه اي حاجه انت عايزها. وكل الكراسي جلد مع سخانات للكراسي، يعني سخان للكرسي بتاعي وسخان للكرسي ده. وده طبعا علشان العربيه مش خليجي فهو ما ينفعش للمنطقه اللي انا فيها دي. نفتح كده العدادات ونشوف. تعالوا ندور عشان الجو حر سنه. نقرب كده العدادات ليكم. هنا بس انا عندي ايه، التاير بريشر مونيتور والمفتاح بتاع العربيه. البطاريه بتاعته قربت تخلص، فعشان كده هو مديني 2 ايرور. تمام. نفتح كده. ده طبعا بيجيب لك السرعه هنا. بصوا استهلاك البنزين 11.4، استهلاك ممتاز بصراحه على عربيه 2500 سي برضه يا جماعه. 4 سلندر يعني كتر خير الدنيا والله. عندك هنا بقى الاوبشنز بتاع اللين اسيست، البلايند سبوت، المرايات. والبلايند سبوت عموما بتنور هنا، يعني زي ما هيظهر لك دلوقتي على الشاشه، مش زي العربيات التانية بتنور بره. ودي حاجه بصراحه كويسه جدا جدا، لان انا محتاج اشوف اللي بره. يعني اقدر انا مثلا عامل الازاز بتاع العربيه في ميه زي ده كده، انا مفايم بس مفايم بدرجه عاليه يعني، بس هو باين ان هو مش درجته عاليه. فلما انت بتفايم الازاز، المرايه انت مش هتشوفها، مش هتشوف ان هي الالارم ده لو اشتغل بره مش هتشوفه. فعندك هنا اللين اسيست، البلايند سبوت، الامرجنسي بريك. هنا في عندك بريك بص فرونت ورير زي ما انا قلت لك في اول الفيديو. ونيجي يمين سنه كده، تاير بريشر. ودي بقى شويه ايه، شويه
اسيستنت درايفر، الفي دي سي دي اللي هي فيكل دايناميك كنترول اللي هو نظام الثبات بتاع العربيه. بص طبعا شغال ولا مش شغال كده. شويه حاجات تانية بقى، الساعه وبتاع وان انت تظبط العدادات اللي عندك شكلها يبقى عامل ازاي، حاجات يعني مش عايز اضيع وقتكم بيها. الصوت بتاع العربيه صوت حلو جدا، الصوت الساوند سيستم، الفئه الاعلى من كده الساوند سيستم بتاعها بيبقى بوز اعتقد يعني. وشكل العربيه زي ما انتم شايفين اهو، خدوا نظره تانية سريعه على شكلها عامل ازاي، جميله بصراحه. كل الخامات اللي عندي هنا، كل اللي فوق ده جلد في جلد في جلد، مفيش حتى الجزء البلاستيك اللي هنا ده مثلا، الجزء ده كويس جدا. الجزء البلاستيك اللي هنا اللي في الباب ده بيزيق سنه بس كده، مش هتسمع اي حاجه تانية. عندك جلد هنا علشان لما تيجي تحط رجلك ما تتعبش بس. وده شكل العربيه مره كمان، ايه رايكم فيها؟ ويلا بينا نطلع نجرب العربيه على الطريق واقول لكم عيوبها ومميزاتها. مبدئيا كده عايز اقول لك ان العربيه دي من اكتر العربيات اللي استريحت فيها في السيدان. بعدها على طول ممكن نقول الاوبل الانسيجنيا بي اللي انتوا عارفين ان انا بحبها. معلش في حاجه وقعت دلوقتي. ف العربيه مرفهه جدا جدا، لذيذه، عمليه اكتر من العربيات الفول سايز سيدان زي الانسيجنيا، زي السكودا السوبرب، او زي مثلا السكودا الاوكتافيا. عمليه اكتر من العربيات دي بكتير. دي تقدر تروح وتيجي بيها مشاوير كتير وما تبقاش تعبان منها زي العربيات التانية، زي الاثنين التانيين او الثلاثه التانيين اللي انا بقارنهم بيها. دي برضو على قد ما هي 2500 سي سي، لكن ما بتستهلكش بنزين كتير. يعني انا قلت معدل استهلاك البنزين هيبقى من 13 ل 14 لتر بالكتير، طبعا على حسب دوسة رجلك. انا لقيت ان معدل الاستهلاك اهو قدامي دلوقتي طالع 11.7 ولا حاجه، و11.5، واحيانا على طرق السفر هينزل اكتر من كده، او الطرق السريعه يعني ممكن ينزل معاك ل 10.5 لتر لكل 100 كيلو. وده استهلاك انا اصلا بعمله في عربيتي في مصر ال 1600. يعني عربيتي ال 1600 بتستهلك 10 لتر لكل 100 كيلو. فلك ان تتخيل ان انت راكب عربيه موتور قوي استهلاك بنزينها معقول زيها زي استهلاك بنزين العربيات ال 1600. الفتيس والموتور بتوع العربيه دي الاتنين متجاوبين جدا جدا مع بعض. اللجلجه والديلي اللي في الاول بتاع الفتيس السي تي مفيش، مش موجود تماما في العربيه دي تقريبا كده. يا جماعه اللي انا اكتشفته ان الفتايس السي تي عايزه مواتير كبيره وعايزه مواتير قويه، ما ينفعهاش المواتير ال 1200 سي سي وال 1600 والحاجات اللي هي العيانه دي، الحاجات اللي هي بيجي لها تبول لا ارادي وهي ماشيه دي. فالفتيس السي تي مع العربيه دي موفر جدا جدا جدا، والعربيه ما كملتش ال 2 طن، ما كملتش ال 1800 كيلو حتى، فموفر فعلا. عرفت قد ايه ان الفتيس السي في تي ده بيوفر مع العربيات. ما كنتش اعرف الفتيس ده بيوفر ازاي مع العربيات ال 1600، لان انا ما ركبتش اي عربيه فتيس سي في تي كانت موفره تماما. كلهم بيلعبوا من اوائل كده 8.5 لتر لكل 100 كيلو لحد 10 لتر لكل 100 كيلو، وده ما فيش، ده مش الرينج بتاع التوفير اصلا. مستوى الراحه بقى في العربيه دي فهي مريحه جدا جدا، الكرسي مريح جدا، في لامبر سبورت. العربيه بصراحه قعدتها سبورت جدا جدا. السسبنشن او نظام التعليق بتاع العربيه ده رياضي، فبيحسسك بالارض شويه. وعزل الصوت تحت، يعني انت بتبقى سامع الضجيج من تحت بنسبه لا تتعدى ال 65-70%. النسبه مقبوله لعربيه في السعر ده. العربيه دي دلوقتي في الامارات العربيه المتحده تعمل لها في حدود ال 110,000 درهم لحد 120,000 درهم على حسب هي متوفره ولا لا. بالنسبه للفرامل فهي كويسه جدا. بالنسبه للعفشه فانت هتحس بحاجات بسيطه من الطريق زي النقر والمطبات والبلاعات والكات اي والحاجات اللي موجوده في الارض، مش هتحس باكتر من كده. ممكن في الطرق بتاعتك او في المدينه بتاعتك او في مصر مثلا ممكن تحس باكتر من كده. العربيه واطيه جدا بالنسبه للشوارع المكسره او الشوارع الغير ممهده او المطبات الغير هندسيه، فالعربيه مش تبقى احسن حاجه وهتبقى واطيه شويه وهتحك. هنا طبعا انا ما حسيتش بمشكله مع الكلام ده خالص. العربيه مكلبشه في الارض بطريقه غريبه وبطريقه مطمناك. في انظمه كتير للثبات في العربيه دي زي حاجه اسمها انتليجنت تريس كنترول وانتليجنت رايد كنترول. الاثنين دول انظمه غير الاي اس بي وغير التراكشن كنترول وغير الحاجات التانية دي خالص. الانظمه دي
بتساعد على تعزيز الثبات اكتر بتاع شاسيه العربيه على الارض. العربيه مكلبشه في الارض حرفيا على السرعات، وعلى السرعات اللي هي لا تتجاوز سرعه 120 انت بتحس بثبات رهيب من العربيه، رهيب. صدقني انت مش هتحس بكميه الكلام الايجابي اللي انا بقوله عن العربيه دي غير لما فعلا تسوق العربيه دي وتسوق الجيل اللي قبل كده. لان الجيل اللي فات من نيسان التيما انا سوقته في مصر وجربته في مصر، ومش زي دي خالص. اللي معايا دي احسن واحلى 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 من الاخر. بالنسبه للتكييف فهو لا اروع ولا احلى. العربيه طبعا كويسه، العربيه ياباني، تكييفاتها طبعا جميله. واحنا دلوقتي يعني في الجو اللي هو بتاع ايه، خريف صيف شتاء بحر جو بر في كل اليوم ده، انت فاهم. فالعربيه لا جميله بصراحه. اجمالا انا مبسوط من العربيه. عربيه جميله، عربيه فيها كميه اوبشنز وراحه حلوين فيها. ف يلا بينا نبص على تسارع هتطلع من 0 ل 100 في كام ثانيه، وبعد كده نرجع اقول لكم ايه اللي ضايقني في العربيه دي وايه اللي انا حبيته في العربيه دي. يلا بينا. يلا شباب نصور التسارع بتاع العربيه. تعالوا كده ايه نقفل التراكشن كنترول. ايوه ايوه اقفل. نسيب العربيه تمشي على راحتها. يلا بينا. والله جميله، والله جابت 100 بسرعه زي الفل. ايه اللي عجبني في العربيه وايه اللي ما عجبنيش او ايه اللي ضايقني في العربيه؟ بصراحه خليني اقول لك، الخوف من الفتيس السي في تي بتاع شركه جاتكو، ايه اللي بتصنع فتايس سي في تي للنيسان من زمان جدا. الشركه دي سمعتها سابقاها فان هي بتصنع اسوأ فتايس في العالم. انا هبقى مستمتع بالعربيه ومستمتع بالاوبشنز وبتوفير استهلاك الوقود والرفاهيه اللي في العربيه والتكييف الحلو وانها عربيه ياباني صفر اعطال، زائد براءه الاختراع اللي هم واخدينها في المواتير ان هي ما بتعديش حرارتها عند درجه مئويه معينه. لكن هبقى خايف من الفتيس. خليني اقول لك برضو ان الفتيس هنا او الجير بوكس هنا السي في تي ده ثمنه بيتراوح من 3000 درهم لحوالي 4000 درهم. وده بالنسبه لمتوسط دخل الفرد هنا في الامارات العربيه المتحده هو مش كتير، مش كتير لان هو بتمن او بمبلغ شهر مرتب شهر. لكن لو العربيه دي عندنا في مصر فانت هتلاقي نفسك بتدفع 30 40 الف جنيه في فتيس، اللي هو ويتشز ده يعني مش مرتبك في الشهر اصلا. تمام، ده ممكن يكون شهرين ثلاثه مع بعض. فانا لو عايش هنا، لو عايش في دبي، انا ممكن اشتري العربيه دي. العربيه دي جميله جدا جدا بغض النظر عن اي حاجه تانية خالص، لان انت كمان ممكن تستورد الفتيس والموتور بنفسك عادي، مفيش اي ضريبه، هي 5% الضريبه، مفيش ضرايب وجمارك والحاجات دي كلها. فالعربيه بصراحه جميله جدا جدا جدا. مشاويرك كلها طويله، العربيه دي تبقى مناسبه. طرق كلها مفتوحه بتاعتك، العربيه دي هتبقى مناسبه جدا جدا لانها ثابته ثبات رهيب. السيدان يا جماعه افضل بكتير من الاس يو في ومن الكروس اوفر في المشاوير وفي المشي، افضل بكتير. مستوى الراحه في العربيه عاجبني، فيها كل حاجه انا عايزها. انظمه الامان كافيه جدا انها تبقى مدياني الهدوء والراحه والسلام النفسي والسكينه. بس اللي ما عجبنيش حته الفتيس، كام حته بتزيق في العربيه. بس كده، مفيش حاجه تانية بصراحه مفيش اي حاجه تانية ما عجبتنيش في العربيه غير حاجات بسيطه. مثلا عندك ورا مفيش فتح تكييف، العربيه دي كبيره، ف يعني عربيه عائليه. كان ناقص للكرسي ده مثلا ميموري كارد، او ان هو يسجل القعده بتاعتي، يعني يبقى فيه مثلا وضعيتين سواقه. كان يبقى ناقص في الفتيس مثلا ان هو يبقى فيه سبورت مود بدل الشيفت بادلز بس اللي موجودين، يعني يبقى فيها سبورت ويبقى فيها نورمال، خصوصا ان الفئه اللي معايا دي اسمها اس ار، اسمها سبورت. فازاي هي سبورت وما فيهاش انظمه قياده؟ فكم حاجه بسيطه كانت ناقصه للعربيه، وبصراحه كانت تبقى احلى واحلى واحلى مما هي عليه دلوقتي. لو عجبك الفيديو ده يا ريت تدوس لايك، ويا ريت تدعمني باللايك بتاعك وبكومنت تحت لو انت على يوتيوب او فيسبوك، وتعمل منشن لصاحبك اللي مهتم بالعربيات اللي موجوده في الخليج. ولو عايز تشتري اي حاجه من على تطبيق نون او نمشي في الخليج او مصر، اكتب الاكواد دي هتظهر لك على الشاشه، تبقى عند مرحله الدفع هتاخد خصم كويس ان شاء الله. اشوفكم على خير، شكرا، سلام عليكم.